النادي الاهلي يتعادل مع الجيش الملكي باداء هو الافضل للنادي الاهلي على الجيش الملكي، بس بعدم تسجيل اهداف. انا ليه يعني النادي الاهلي عامل اداء كويس جدا بس ليه مش عارف يسجل اهداف؟ يعني انا متهيألي لو كنا ركزنا في الهجمات اللي جات لنا في الشوط الاول كنا طلعنا 2-0 على الاقل. النادي الاهلي بيلعب اداء كويس جدا، اللعيبه مركزه بس مش عارفين يسجلوا اهداف. وعندك بسم الله ما شاء الله كابتن كمويش، يعني انا مش عارف انت هتسجل امتى؟ يعني انت فاضل 3 شهور ولا 3 شهور ونص وهتمشي في الاعاره اللي انت جاي بيها دي، انا مش عارف انت هتسجل امتى. يعني كور بالرجل مش عارف تسجلها، كور بالراس وانت لوحدك قدام الجون مش عارف تسجلها. طب قول لي ايه اللي انت هتسجل منه؟ يعني افضلك الجون ما هتطلعها بره برضه. فانت هتسجل امتى؟ دي اول نقطه. تاني نقطه، انا ليه مقعد بالعمري وملعب كوكا؟ هو مش كوكا قال لك انا مش عايز العب باك شمال؟ برضه منزله باك شمال ومقعد بالعمري بره. يا عم ما تنزل بالعمري، بالعمري افضل منه، لان ده مش مركز كوكا، فكوكا مش عارف يتاقلم مع المركز دوت، فنزل بالعمري اللي هو مركزه. دي تالت نقطه. محمد بن رمضان النهارده عمل لقاء عالمي. محمد بن رمضان كان احسن لاعب في النادي الاهلي في الملعب النهارده هو محمد بن رمضان. محمد بن رمضان لولا سوء الحظ كان قدر يسجل هدف واثنين النهارده. فمحمد بن رمضان بدا يستعيد القوه بتاعته، كواليتي ان شاء الله هيرفع جامد اول الفتره الجايه بن رمضان، لان احنا محتاجين بن رمضان داخل النادي الاهلي بكواليتي عالي، هيفرق جدا مع خط وسط النادي الاهلي. وقولوا لي بقى انتوا رايكم في اللقاء، ايه رايكم في بن رمضان؟ والنادي الاهلي كان يقدر يخلص المباراه دي بنتيجه كام النهارده؟ مستني رايكم في الكومنتات، وسلام.